قال فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم والوزير المنتدب المكلف بالميزانية: إن المغرب سيحتاج إلى حوالي 40,000 متطوع للمساهمة في استضافة نهائيات كأس العالم 2030 التي ستنظمها المملكة إلى جانب إسبانيا والبرتغال. وأوضح لقجع في حديثه ضمن لقاء أقامه الاتحاد العام لمقاولات المغرب إن هؤلاء المتطوعين سيخضعون لدورات تكوينية في مختلف التخصصات والمجالات، من بينها استقبال الضيوف وإدارة العمليات الإعلامية وتقديم الخدمات للمشجعين. وقال رئيس الجامعة أثناء تناوله الكلمة: لن نستطيع تطوير المجالات الحيوية الخاصة بنا دون إقامة تكوينات ذات جودة. مهام المتطوعين تتمثل في استقبال الضيوف في المطارات والتوجيه وتنظيم الأحداث وكذلك تدبير العمليات الإعلامية. هذا وسيتم تكوين وانتقاء المتطوعين بناء على اتفاقية ستبرمها الحكومة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية. وسيستفيد المختارون من الإيواء وخدمات التنقل والطب والمأكل، إضافة إلى امتيازات أخرى. وسيحتضن المغرب نهائيات كأس العالم سنة 2030 لأول مرة في تاريخه، بعد فشله في الحصول على هذه المهمة في عدة مناسبات سابقة. وسيشترك في هذا الورش مع كل من إسبانيا والبرتغال.